كنت بتكلم الفيديو اللي فات عن مرحلة الوصول للكمال وإن احنا بني آدمين وإن احنا مهما حاولنا وسعينا هو الكمال لله وحده، وإن احنا ما عندناش القدرة إن احنا نوفق بين إرضاء الجميع على حساب نفسنا و وإن المرحلة دي مهلكة قوي ومتعبة قوي ليك، وإن هتخليك توصل إن أنت 24 ساعة بتفكر و24 ساعة دماغك شغالة. ان انا ازاي مش عارفة او مش عارف ارضي كل الناس اللي حواليا، وان انا كده مقصر، وان انا كده وان انا كده مش عامل اللي عليا لكل الناس. فده بقية الفيديو. فهتكلم النهاردة عن الحب المشروط، ان ازاي اللي قدامنا يحبنا حب مشروط. اي حب مشروط في الدنيا، سواء كان من الأهل، من الصحاب، من الجيران، من الحبايب، من جوزك، من خطيبك، من أي حد حواليكي، أي حب مشروط في الدنيا هو مش حب، هو حقيقي معاناة. ليه؟ أي حب في الدنيا هو عمره ما هيكون مشروط. أي حد في الدنيا، أهلك، صحابك، جيرانك، هيقبلوك بأي عيوب فيك طالما هم بيحبوا. الحب اللي حوالينا لينا هو أكتر حاجة بتدينا طاقة وتخلينا محتاجين ان احنا نكمل. ان انت تشوف ان اللي قدامك قابلك بكل عيوبك وكل نواقصك، لان كلنا زي ما بقول مفيش حد فينا كامل. انك تشوف ان اهلك بيحبوك ومثلا ما بيضغطوش عليك ان انت تجيب درجة معينة وان انت تدخل كلية معينة. ان صحابك ما بيضغطوش عليك مثلا ان انت تبقى موجود معاهم 24 ساعة، او ان انت لو قصرت معاهم في حاجة انت كده ما تبقاش صاحبهم. او جوزك لو مثلا طالب فيكي صفة معينة وما لقاهاش فيكي، هو انت كده بتبقي وحشة وسيئة وان انت كده ما تنفعيهوش. كل الكلام ده اي حب مشروط في الدنيا هو مش هو ده الحب المشروط اللي بيخليك دماغك 24 ساعة شغالة، تعبان نفسيا وجسديا، مش عارف ترضي اللي قدامك ازاي. اما الحب من غير شروط هو ده الحب اللي بيخلينا قادرين ان احنا نكمل حياتنا، هو ده اللي بيخلينا نعرف ان احنا نتعامل بعفوية وبنطلع كل الحب اللي جوانا وكل الطيبة وكل الحاجات الحلوة اللي جوانا للي قدامنا. ده لو كان الحب مش مشروط، لو اللي قدامنا قابلنا كل عيوبنا وكل تصرفاتنا. فأتمنى ان احنا نوصل في حياتنا ان احنا نلاقي ان كل اللي حوالينا، او مش هقول كل اللي حوالينا، ان معظم اللي حوالينا خاصة كمان اقرب الناس لينا، كمان اهلنا، لان هم بيكونوا اقرب الناس لينا، ان هم يتقبلونا بحب غير مشروط. لان دي حاجة وحشة قوي وصعبة قوي ان احنا 24 ساعة نبقى بنفكر نرضي اللي قدامنا ازاي. واتمنى ان احنا نوصل للحب الغير مشروط علشان خاطر نحس ان احنا عايشين بسلام كده وبنطلع كل الحلو اللي جوانا للي قدامنا، وان اللي قدامنا يبقى فاهم ان كل انسان ليه طاقة وكل انسان عنده عيوب وعنده مميزات، وان محدش فينا كامل، وان اللي قدامنا يقبلنا بكل عيوبنا وكل حاجة حلوة كويسة فينا، وان كل الحاجات الحلوة اللي جوانا هتخلي اللي قدامنا يتغاضى عن الحاجة الوحشة اللي ممكن تكون مضايقاه فينا. فأتمنى ان احنا نوصل للمرحلة دي، وان اللي قدامنا يكونوا بيحبونا حب مش مشروط. ولو لقينا الناس دي في حياتنا، يعني مش هتكلم عن الأهل قوي، احنا هنحاول ان احنا نتجنبهم او نحاول ان احنا نبعد عنهم، خاصة لو هم مش من أهلنا. ليه؟ لأن الناس دي مرهقة قوي، سواء نفسيا، جسديا، عقليا. حقيقي الناس دي مرهقة قوي قوي قوي، واتمنى ما تقابلهمش تاني. ولو ما قابلتهمش اتمنى ما تقابلهمش خالص. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا منه حاجه، واتمنى ان احنا ما نقفش لبعض على الواحده لو انتوا من الناس دي. اما بقى لو انتوا من الناس دي اللي هي بتدقق للي قدامها على الواحده وبتنسى كل الحلو اللي قدامها اداهولها، وبتبص مثلا صفه واحده مضايقاهم في اللي قدامهم، او غلطه واحده يقفلهم عليها. فاتمنى تراجعوا نفسكم، اتمنى ان انتوا تبقوا ناس لينه سهله، عشان خاطر انتوا ناس صعبة قوي.
علشان يعني اتمنى ربنا يهديكم، واتمنى ان حقيقي والله الفيديو ده يفرق معاكم، واتمنى تراجعوا نفسكم. اتمنى ان احنا ما نكونش بنصعب على اللي قدامنا الدنيا. اتمنى كلنا ربنا يكون ربنا يرزقنا ان احنا نكون من الناس اللي بتتغافل، ناس سهلة هينة لينة. ونفتكر ان في الاول وفي الاخر ان اي حد بيحبك حب مشروط، فده مش حب، ده اذى. وان كلنا محدش فينا كامل، والكمال لله وحده. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده، واتمنى الناس اللي عندها الصفة دي يكونوا لو شافوا الفيديو ده يكون اثر فيهم 1% على اساس ان هم يرحموا اللي حواليهم شوية، لان الناس دي بالنسبة لي هم ناس غير رحيمة. ف بس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه حاجة، واشوفكم على خير، ويا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله وفي احسن حال، والسلام عليكم.